مكمل معاكم الجزء التاني في حلقة النهاردة. كنت وقفت معاكم عند ضم ريال مدريد للاعب سيبايوس، لاعب ريال بيتيس، لاعب الوسط، اللاعب الواعد اللي بيقولوا عليه انه هيكون من افضل اللاعبين في الدوري الاسباني ومن افضل المواهب. عنده 21 سنة تقريبا. سياسة مميزة أتت ثمارها في ريال مدريد، ويمكن أفضل كتير من سياسة الجلاكتيكوس اللي كان بيتبعها ريال مدريد وعملها في التسعينات وعملها في الألفينية برضو أو 2000 بعد 2010 لما استقدم الأول كان بنزيما، بعد كده كريستيانو رونالدو، بعد كده جاريث بيل حاليا، وكان خامس رودريجيز طبعا، مع مجموعة طبعا في خط الوسط زي لوكا مودريتش ومجموعة بأتمان باهظة. لكن بدأ انه خلاص، يعني هو الفريق مكتمل، ماشي بخطى مميزة، بياخد بطولات، او على الأقل تقدير بيكون منافس رئيسي في البطولات. يعني ما فيش انحدار مستوى، ما فيش تدني. بدأ انه يقوي صفوفه بشكل مميز، انه خلاص بقى انا مش محتاج اجيب لعيبة بأتمان باهظة وتيجي تعمل لي مشاكل. وده حصل حتى في موضوع خامس رودريجيز، ويمكن الى حد ما في موضوع جاريث بيل، لما جم بأتمان كبيرة جدا وما خدوش فرصة للعب. وطبعا بدأت تحصل مشاكل كبيرة، وعشان يبيع اللاعبين دول بنفس الأتمان اللي جابهم بيها هيبقى شبه مستحيل. فسياسة أنا شايفها جيدة وأثبتت ثمارها. يعني السنة اللي فاتت كاسيميرو، أسينسيو، بنتكلم في موراتا كمان، حتى اللي استعادوا بمبلغ بسيط، لكن لعيب مميز ولقاه في الهجوم، والمباريات البسيطة اللي لعبها كان بيحرز أهداف وبيأدي بشكل مميز. طبعا إسكو، يعني لا، في مجموعة يعني يعتبر ما يسمى صف تاني، لكن وفي نفس الوقت مش تذمرهم مش هيكون بنفس القوة لو هم لاعبين جايين بأتمان كبيرة جدا. وطبيعي ان لازم يبينوا الأتمان دي او يظهروها، زي ما قلت، زي بيل او رودريجيز. طيب، يعني فانا شايف انه هو كلاعب، انا شايف انه لاعب هيضيف، لاعب في خط الوسط مميز، مهاري، سريع. يعني انا شايف انه في كتير من اسكو. بس المشكله كلها انه، يعني انت مشيت خامس رودريجيز، جبت لاعب اوكي مش هيتذمر، بس لاعب كان اساسي في ريال بيتيس. طيب يعني اوكي، ممكن يستحمل نقول نص موسم، ممكن يستحمل الموسم كله ما يكونش اساسي، او يكون يلعب دور البديل. لكن شايفين اسكو اهو، يعني اسكو اكتر من مره يلوح بالرحيل، اساسا انه عايز يمشي. طبعا خامس رودريجيز ريال مدريد اخيرا تخلص منه. يعني فيعني مش واضح قوي الامور برضو. يعني اوكي، هي الموضوع ليه ايجابيات وليه سلبيات، لان انا كنت شايف جدا ان خط الوسط بالذات لريال مدريد مكتمل جدا ومن افضل خطوط الوسط في العالم. انا قلت يمكن ما كانش هو الافضل، انا قلت ده يمكن عايز اقول لو بنتكلم في جوده اللاعبين اللي في خط الوسط، وبنتكلم في الزاد البشري زي ما بيسموه، هنلاقي ان مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد يمكن هم الافضل فعلا. طيب الخبر اللي بعد كده، قلنا رغبة برشلونة في ضم باولينيو، لاعب توتنهام السابق اللي في جوانجزو ايفر جراند الصيني. اولا المشكلة انه اللاعب سنا مش صغير، ما اثبتش كفاءته قوي في الدوري الانجليزي، ولو ان الدوري الانجليزي مش مقياس للاعبين اللاتينيين، وانا قلت ده كتير. يعني نادر قوي قوي اللاعبين اللاتينيين اللي نجحوا في الدوري الانجليزي. وهنا بقصد باللاتينيين يعني لاعبين امريكا الشماليه والجنوبيه في نفس الوقت، ويمكن بضيف عليهم كمان الاسبان او اللاتينيين الاوروبيين بقى، الاسبان او البرتغاليين على وجه التحديد، والى حد ما الايطاليين. نادر اللعيبه اللي اثبتت نفسها في الدوري الانجليزي يتعدوا على الصوابع. فيمكن ده مش مقياس قوي، اختلاف الاجواء طبعا، اختلاف طبيعه الكوره نفسها هناك، الاداء يعني اقصد، تكتيكات المدربين، الاعتماد اكتر على القوه والسرعه والشراسه اكتر من حته المهاره اللي بيتميز بيها اكتر بكتير اللاعبين اللاتينيين. فده مش مقياس، لكن هو طبعا عامل اداء رائع جدا في الصين. وسكولاري مدرب جوانجزو متمسك بيه جدا، يمكن ده السبب الرئيسي في ان التعاقد مش ما بيتمش بشكل جيد. في نفس الوقت هو اللاعب برضو اكيد انا يعني احساسي ان اللاعب برضو بيماطل اكتر. هو عنده رغبه طبعا يتنقل لفريق زي برشلونه، خصوصا انه ما نجحش في اوروبا مع ايفرتون، لكن بيفكر برضو انه انا هاجي هلعب على مين. يعني انا اوكي، حتى اوكي في الصين، لكن بلعب اساسي، واللاعب يعتبر ايقونه في الفريق، والفريق بيتصدر الدوري الصيني
بالتساوي مع فريق اخر، لكن فريق يعتبر هو الفريق الافضل في الصين، على طول بيلعب في بطولات اسيويه. طبعا بطولات اسيويه دلوقتي بقت قويه وكلها لعيبه اجانب، من البرازيل ومن الارجنتين ومن دول امريكا الجنوبيه كمان. فبقى يعني اشبه ببطوله اوروبا مصغره يعني، او يعني باختلاف طبعا. فعايز اقول انه اللاعب اكيد بيفكر بالمنطق ده. انا دلوقتي في عندي ثلاثي غير قابلين للمساس زي ما بيقولوا تحت اي ظرف: ليونيل ميسي وخامس و لويس سواريز ونيمار. فيعني فرصتي مش هاخدها الا لو واحد من دول اتصاب. ده زائد اني انا في منافسه كمان بيني وبين بتكلم طبعا بلسان باولينيو، بيني وبين لعيبه اخرين موجودين في المكان ده. يعني اردا توران مش لاقي مكانه وصمم على انه يستمر. في طبعا اليكس فيدال، في يعني في مجموعه يعني ما خدتش فرصتها في خط وسط الفريق. في دين سواريز كمان، يعني ما خدوش فرصتهم، ولاعيبه مميزه جدا. يعني انا دين سواريز ده بالذات انا شايفه لعيب ممتاز. يمكن الفرق في ريال مدريد انه ادى فرصه للبودلة بتوعه بشكل جيد. ما كانش يعني حته الثلاثي الاساسي اللي موجود في الهجوم ما كانش غير قابل للمس قوي للدرجه زي برشلونه. يعني ريال مدريد اوكي كان بيقدر زيدان، ولو اني برضه زيدان انا يعني متحافظ على شخصيته مع الفريق، كان بيقدر برضه بشكل جيد انه يعني خدمته برضه الظروف ان كريم بنزيما ما كانش موفق، خدمته الظروف ان بال خد وقت طويل كان مصاب على طول. اوقات كان بيريح كريستيانو رونالدو من المجهود والاجهاد، خصوصا انه طبعا كان عنده يعني مباراة مع منتخب البرتغال، عكس اللي كان بيحصل في برشلونة اعتماد شبه كلي على الثلاثي ده. مفيش اي لعيبه يعني حته الطموح جوه لعيبه برشلونه اتقتل. فده اللي خلى لعيبه كتير بترفض انها تروح، لان عارفه ان مفيش امل انها تلعب. انا بتكلم لعيبه كتير في المكان ده، في منطقه الوسط الهجومي او منطقه المهاجم الصريح. باكو الكثير ما خدش فرصه خالص، وكان لاعب نجم في فالنسيا. ودايما اتكلمت في الامر ده. يعني انا بستغرب حتى ان ثقافه اللاعب الاوروبي سبحان الله يعني مشابه كتير للاعب العربي. اني اول ما يلوح لي بعرض من فريق كبير في اوروبا، على طول يجري ما يفكرش طب انا مشاركتي هتبقى موجوده ولا لا، هستمر قد ايه، طب اوكي حتى لو انا مفيش امل في المشاركه دلوقتي، طب هتبقى لفتره قد ايه مثلا عقبال ما ابدا اخد فرصه، بحيث ان يكون اللاعب اللي انا هلعب عليه ده مثلا او هكون بديل ليه ممكن يبقى مثلا سنا كبر، ممكن يبقى مجهودا، اصابات كتير، اوكي ساعتها اقول ممكن يعني في امل للمشاركه. لكن لاعب مستقر جدا، اصاباته قليله، لا يتم المساس بيه ولا حتى انه يتبدل في اثناء المباريات الا نادرا. فيعني منطق غريب بصراحه بالنسبه للاعبين اللي بيتنقلوا للفرق اللي زي كده. برضه رغبة برشلونة في ضم ماركو فيراتي. يعني قلت اتكلمت عن الأمر ده قبل كده. آه يعني ضم جيرارد دوليفيو كمان. نسيت يعني اذكر الامر ده. طبعا هو كلاعب لا خلاف عليه، اللاعب ده خساره كبيره جدا لايفرتون. كان عامل اداء لايفرتون والميلان كمان، يمكن الميلان اكتر، كان عامل اداء مميز جدا في الفرقتين، ويمكن في الميلان اكتر. الميلان بدا يلاقي الى حد ما اللاعب اللي ممكن يعتمد عليه في خط الوسط، وبالذات انه كان عامل جبهتين حلوين جدا هو وسوسو. هو كان ماسك يعني بيتنقلوا ما بين الجبهه اليمين والجبهه الشمال في الاجنحه، وعملوا فعلا طفره في اداء الميلان. طبعا يعني خلينا واضحين ان الميلان كقماشه لاعبين يعني كانت ضايعه تماما. يعني مفيش تقريبا يعني ما يعني بنتكلم في قماشه يعني ضعيفه وفقيره جدا. لكن الاثنين دول نجحوا ان هم يخلوا الميلان يفضل منافس حتى لحد اخر لحظه على المراكز الدوري الاوروبي. وعايز اقول انه اللاعب ده خساره كبيره. انا شايف ان ميلان كان ممكن يستخدمه. يعني انا شايف انه يعني اللاعب ده لحد 50 مليون يستاهل فعلا. لاعب متحرك مهاري سريع، كمان اخد على جو الميلان، ادى بشكل جيد رغم انه جاي اعاره. كان عامل دويتو كبير جدا مع لاعبين في الهجوم، سواء سوسو زي ما قلت، وكمان الى حد ما كارلوس باكا كان موجود في الهجوم كمان. يعني كان عامل في زي حاله موجوده جيده. كان ممكن يعني تكون افضل كتير يعني لو استمر في الميلان. يمكن هو برضه زي ما قلت اللاعبين اللاتينيين في الدوري الانجليزي ما بيتكيفوش قوي مع الاجواء، رغم انه برضه ادى بشكل مش بطال ابدا. لكن طبعا رحب بالاعاره لما راح الميلان نص الموسم اللي فات. عموما لو هنتكلم في برشلونه، طبعا هو فرصته هتكون اقل، لان نفس اللي قلته من شويه هو نفس الامر.
ولو انه ممكن الى حد ما يعني في خطه لعب جديده لارنستو فالفيردي انه يكون الثلاثي الهجوم موجود. طبعا المهاجم الصريح، طريقه الشجره زي ما بيسموها او الماسه، المهاجم الصريح موجود تحته اتنين، ويكون في يعني خطة لعب تكون 4 من تحت و4 في الوسط، أو بمعنى صح 4 من تحت و3 2 1. دي خطة الشجر أو خطة الماسة. فلو بنتكلم في ثلاثة في تحت الثلاثي الهجومي. ممكن جدا يكون هو واحد منهم، لأن إنيستا طبعا مستواه قل كتير جدا. هو إنيستا دايما هو اللي كان بيكون الواحد ده، وتحتيه بيكون اتنين ديفندرز، واحد دفاعي واحد هجومي. طبعا بوسكيتس لا مساس بيه موجود، رغم طبعا يعني هبوط مستواه بشكل كبير. هيكون في ديفندر تاني طبعا بيكون راكيتيتش. ممكن جدا هو يكون في المكان ده، بل انه هو بيميل اكتر للاجنحه، لكن وارد انه يلعب على الاجنحه، خصوصا ان في طريقه الماسه بيكون الاعتماد على الاجنحه اقل. فهو ممكن جدا يلعب في يعني تحت شويه، بس بيميل ناحيه الجناح. او لو هتبقى 4-4-1-1، ممكن جدا يبقى جناح صريح يأدي فيها بشكل جيد. هو اعتقد انه جايبينه اساسا عشان يكون بديل لانيستا. عموما هو لاعب صغير، واعتقد يعني لو خد فرصه وتثبت في الملعب هيبقى لاعب اساسي لا غنى عنه. يفكرنا بجولي اللي كان في فريق برشلونه في فتره 2005 2006 2007، كان عامل طفره كبيره جدا وكان من افضل الاجنحه في اوروبا. لوديفيك جولي اللاعب الفرنسي. طيب عندي كمان انضم مع واين روني لايفرتون. هو تعاقد، هو يعتبر يعني صفقه، دي صفقه، يعني انه انضم في تعاقد مانشستر يونايتد العجيب والغريب، واللي بيتواصل مانشستر يونايتد الموسم الثاني على التوالي في سياسه، يعني انا شايفها سياسه خاطئه تماما. اتمان غريبه بيدفعها في لعيبه لا يستحقوا الاتمان دي. لا، سواء الموسم اللي فات ولا اثبت كلامي وقلت وانتقدت جدا تعاقدهم مع بول بوجبا. مش تعاقدهم مع بول بوجبا في حد ذاته، لا، تعاقدهم بالثمن ده. بنتكلم في حوالي 85 مليون يورو تقريبا، او دخلت في 90 مليون، اسف، جنيه استرليني. يعني بجد يعني شيء مضحك. يعني انا قلت ساعتها، انا حتى وقتها انا فاكر كويس، قلت بول بوجبا لا يزيد عن 50 مليون، لا يزيد. يعني لما يكون ايه، فبيستمر نفس الامر تاني، وبيجيبوا لاعب زي روميلو لوكاكو بحوالي ما يضاهي حوالي 100 مليون جنيه استرليني. ليه يعني؟ انا مستغرب. يعني حوالي 90 دفعوهم، وواين روني اتنقل لي ايفرتون ب 10 مليون. انا اقدر اقول ان ال 10 مليون دول ضايعين. يعني انا اقول ان التعاقد او الصفقه تمت ب 90 مليون بس. ليه هقول كده؟ لان واين روني منتهي الصلاحيه تماما، بقاله سنه كامله تقريبا. مستواه يعني غير جيد، يعني مش غير جيد، مستواه سيء كمان. بيلعب والمفروض انه معاه خط وسط عالي جدا جدا، من افضل خطوط الوسط في العالم حاليا كاسماء. طبعا بتكلم كاسماء وامكانيات فرديه، لكن مع ذلك ما كانش قادر يأدي، وكان بياخد فرصه جيده. يعني واين روني ما كانش مهمش، واخد فرصه مش بطاله ابدا، خد عدد مباريات جيد. لكن هو خلاص، يعني هو بدنيا، وهو كان اكتر ميزه بتميز واين روني الناحيه البدنيه عاليه جدا جدا عنده. طبعا خلاص يعني دي انتهت بشكل كبير، بقى بيلعب بصعوبة. أداؤه البدني في أدنى مستوياته. طبعا الأداء الفني حدث ولا حرج. هو من الأساس وين روني مش لاعب مهاري، مش لاعب الحريف اللي بيعتمد، ممكن لو الأداء البدني قل عنده يعتمد على الناحية المهارية. لا، دي مش عنده. فطبعا الراس ماله زي ما بيقولوا القوة والشراسة والأداء البدني والإمكانيات التواجد في الصندوق بشكل مميز، دي خلاص انعدمت تماما، او الفاضل فيها حاجات بسيطه قوي. فانا شايف انه هيروح لنادي اوريدي خط وسط بتاعه مش مميز، او مش قوي، او امكانياته مش عاليه. طبعا اذا كان هو اصلا يعني سوري، يعني هو عايز اللي يساعده، عايز اللي يوصله، عايز اللي هو فقط يكون متمركز في منطقه الجزاء وتتوصل له الكرات، بحيث انه يقدر يستفيد يعني البقايا من الامكانيات اللي فاضله له، انه يعني يختار اماكن مناسبه في منطقه الجزاء ويقدر يحرز اهداف. لكن يعني ازاي؟ يعني العقل، يعني مش عارف، يا اداره ايفرتون جابته لمجرد بس انه يكون يعني ايقونه فقط. يعني مش عايز اقول كلمه تانية، ايقونه، يعني هو اللي يكون مجرد تميمه في الفريق، لانه كان اللاعب اللي بدا عندهم. ولو انه يعني هو اوكي خد شهره في ايفرتون، لكن قعد كام موسم في ايفرتون قبل ما يتنقل لمانشستر يونايتد. يعني ما كملش اظن موسمين، وبعد كده اتنقل لي
اليونايتد، مش يعني مش عارف يعني، مش لاعب مثلا تاريخي بقى له سنين طويله وبعدين يتنقل لنادي تاني وبعدين يرجع للنادي الاولاني تاني، لا يعني. فهو ما لحقش يكون ايقونه اصلا ولا يكون لاعب تاريخي في ايفرتون. احرز عدد اهداف مش بطال ابدا، لكن اكيد لو دورنا في ايفرتون هنلاقي لعيبه برضه احرزت عدد اهداف اكبر بكتير من او اكتر من واين روني. لكن انا معترض تماما على تعاقدهم مع واين روني، لان ايفرتون كان بدأ شويه يعني يفوق الموسم اللي فات. هو دايما بيلعب في الوسط، بيلعب في منطقه من المراكز مثلا من السابع الثامن لحد مثلا 12 يعني، دايما كل موسم. لكن يعني كان بدأ الى حد ما الموسم اللي فات يعني بعض اللاعبين الجيدين المميزين المهاريين، فيعني اجيب لهم لاعب يبقى عالي عليهم شيء غريب. بالنسبه لوكاكو بقى لا يعني اقف هنا واقف طبعا. اللاعب لا غبار عليه كلاعب مهاجم، تمام. لكن مهاجم من انهي نوع؟ انا قلت قبل كده ان في نوعين للمهاجم ودايما لازم كاداره فنيه واداره تعاقدات لازم اعرف انا احتياجي ايه من النوعين دول. في نوع، قلت كتير الكلام ده قبل كده، في نوع من المهاجمين، المهاجم المتمركز جوه الصندوق، القوي البنيه، طبعا اكيد لازم يكون مميز جدا في الارتقاء وضربات الراس، بيقدر ياخد اماكن مميزه، بيقدر انه دايما يبقى مشاكس يعني في مصر هنا مثلا اللي اكبر دليل على حاليا السنه دي عمرو مرعي، لاعب ام بي، هو اكتر دليل يعني. وعرف السيد برضو كان قبل كده ويمكن، بس طبعا هبط مستواه كتير. ونوعيه المهاجم اللي زي ده بيهبط مستواه بسرعه او ما بيكونش، ما بيستمرش فترات طويله. ليه؟ لانه ما عندوش راس ماله بيكون هي النقط دي فقط، زي واين روني زي ما ذكرت. يمكن واين روني استمر فترة أطول شوية لأن ساعده خط وسط قوي جدا، دايما خط وسط على أعلى مستوى، فبيوصلوا له الكورة بسهولة. هو فقط بيتوج مجهودهم يعني، بيكون زي ما بيقولوا كريزة اللي في التورتة متكلفة ومعمولة بشكل رائع ومحطوط عليها كريزة. الناس كلها بتبص على الزواق اللي بره، ما بتشوفش، أو بتبص على الفاكهة اللي بره، ما بتشوفش إيه اللي اتعمل في التورتاية بحيث إنها تبقى هشة جدا وغالية على مستوى، والكيك بتاعها معمول بشكل وهكذا يعني. لكن ما دي للأسف يعني، دي برضو ثقافة للأسف سيئة جدا في التشجيع للأسف، حتى في أوروبا كمان. يمكن في أوروبا يمكن شوية بيقدروا إنهم يدوا اللاعب الأساس حقه، اللاعب المهاري اللي بيوصل مهاجم برضو بياخد حقه بشكل كبير. لكن برضو لسه برضو يعني أنا معترض جدا إن فقط اللي ياخد الحظوة الكاملة يكون اللاعب اللي بيحرز الهدف فقط. وده شيء سيء جدا بالذات في الوطن العربي هنا. يقول لك حتى برضو حتى يعني اكلاشات كده محفوظه، يقول لك الهداف عمله نادره، الهداف مش عارف ايه، هداف ايه يا عم؟ ده قدام الجون. ما هو الهداف هدف ايه؟ هداف بيجي هو اللي بيعمل نفسه الفرصه، هو اللي بينزل يجيبها من تحت الكوره، هو اللي بيبدا انه يعتمد على نفسه مع الاخرين طبعا، لكن بيشارك في صناعه الهدف كمان. يعني هل هو هداف لكن بيشارك في صناعه الهدف، بيوصل نفسه كمان؟ لا، ولا هو بس فقط متمركز عشان يجيب اهداف؟ النقطه دي مهمه جدا لان بنخلط بين ده وده. فيعني من النوعيه دي عماد متعب، برضو عماد متعب من نوعيه المهاجم المتمركز في منطقه الجزاء. احمد جعفر مثلا، كان محمد صلاح ابو جريشه زمان وهكذا، محمد محسن والامثله دي. لكن زي ما قلت المهاجم ده مشكلته انه دايما تلاحظوا انه مستواه بيهبط بسرعه، ما بيقعدش كتير. امكانياته هي في حدود محدده قوي. لو خط الوسط بتاعه ما كانش مستواه جيد في المباراه دي او مضغوط عليه، المهاجم ده انتهى تماما، تلاقوه مالوش اي تاثير لانه اوريدي خلاص ما فيش حاجه بتوصل له. هو اوريدي راس ماله اني افضل متمركز وتوصل لي الكور وابدا اتعامل معاها بالامكانيات اللي عندي. المهاجم التاني وده اللي انا بفضله اكتر وده الحديث وده المطلوب اكتر، ودليل اهو انه افضل مهاجمين العالم من النوعيه التانيه. المهاجم اللي بيعتمد على مهاره اكتر من مساله القوه البدنيه او الالتحامات او انه يكون محطه او انه يكون جوه منطقه الجزاء. لا، اللي بيعتمد على مهاره اكتر ده بيسمح له انه ينزل وقت الازمات، وقت خط الوسط بتاعه بيكون مش جيد، بيكون مضغوط عليه، بيكون بيلعب قدام فريق خط وسطه قوي محجم خط الوسط بتاع الفريق بتاع المهاجم ده، فيبدا هو ينزل يساعد، يتعامل بشكل مميز، ياخد الكورات ويبدا ان هو يخترق بيها عن طريق مهارته وسرعته وامكانياته. ومن الامثله دي طبعا اوكي لحد ما ممكن يكون بيجي ضربات راس لكن مش شرط اساسي، لويس سواريز على مثل بسيط. نيمار طبعا ما يحسبش مهاجم يعني، يا جماعه بلاش نخلط ونقول المهاجم ليونيل ميسي نيمار، لا دول مش مهاجمين، دول لعيبه وسط هجومي. لكن المهاجم اللي يعتبر راس حربه، امكانيات راس حربه، هو في لويس سواريز. نفس الامر سيرجيو اجويرو في مانشستر سيتي، نفس الامر كان تيري هنري لو نفتكر في ارسنال، كان مكسر الدنيا وكان افضل مهاجم في العالم في الوقت ده. سامويل ايتو برضو نفس النمط.
وبتكلم من قديم وجديد يعني. آه، آم، حتى ابراهيموفيتش على فكره، ابراهيموفيتش ناس كتير بتعتبره مهاجم صندوق، لا ابراهيموفيتش يمكن حاله خاصه شويه، انه مميز في الاثنين، لكن يمكن اكتر مميز اكتر كمهاجم صندوق، لكن عنده امكانيه انه ينزل تحت، عنده امكانيه انه ياخد الكرات من تحت، بيعتمد على طوله الفارع، فخطوته سريعه. يمكن مش مهاري قوي، لكن عنده برضو شيء من المهاره بتساعده، فاوقات كتير جدا ينزل تحت يساعد، بيقدر انه يصنع اهداف. ابراهيموفيتش بيصنع اهداف، ودي نقطه يعني بتميزه جدا. ف من الامثله دي كمان اوباميانج يمكن هو المثل الصار جدا دلوقتي في الفتره الحاليه. وبمناسبه اوباميانج، انا عندي يعني بستغرب جدا جدا اني بتتعرض في بعض المهاجمين اثمان غريبه جدا، 90 مليون و100 مليون ومبابي 120 و130 مليون. انا بجد كنت مذهول. ولاعب زي اوباميانج لاعب رائع بمعنى الكلمه، انا بعتبره من افضل ثلاث مهاجمين في العالم حاليا، من افضل ثلاث مهاجمين بدون منازع، مفيش مباراه بيعديها لما لازم يحرز اهداف، مع العلم انه بيلعب في فريق متذبذب. مش هقول فريق قليل، لا فريق قوي لكن متذبذب، فريق امكانياته مش يعني مش عايز اقول ايه، متلخبطه. اوقات نلاقي انه بيبنوا الفريق، اوقات تانية لا بيبيعوا اللاعبين، محدش فاهم ايه الاستراتيجيه في بروسيا دورتموند. لكن مع ذلك وجود اوباميانج عامل فرق رهيب جدا، والدليل انه في ظل تداني المستوى العام بشكل عام خد هداف الدوري، نافس على هداف الموسم اللي قبله. لاعب رائع بكل معاني الكلمه. انا على فكره من اول ما شفته بعد ما جه من سانت اتيان لبورسيا دورتموند قلت التعاقد ده رائع، وكان جه تعويض لليفاندوفسكي اللي راح بايرن ميونخ عفوا، وقلت ان هو افضل من ليفاندوفسكي وكلامي صدق. هو ليفاندوفسكي مهاجم صندوق اكتر، هو النوعيه الثانيه، ده مهاجم يجمع بين الاثنين. على فكره ما كانش عنده امكانيات المهاجم الصندوق خالص، هو في سانت اتيان كان لاعب بيميل بيميل انه يجي من تحت اكتر، ما كانش مهاجم صريح، كان زي نقدر نقول زي نيمار زي ليونيل ميسي، وكان بيعتمد على مهارته في احراز الاهداف. اتحط في المكان ده مهاجم صندوق، واتسمح له انه ينزل تحت يبدا يتعامل لوحده برضو، وده عمل تأثير كبير جدا جدا في بروسيا دورتموند. لاعب رائع، انا بقول ده اللي يستحق فعلا ال 100 مليون جنيه استرليني. انا بقولها عن ثقة، اللاعب ده مظلوم جدا في بورصة الميركاتو، اللي انا شايف انه افضل كتير من لوكاكو، افضل من سيرجيو اجويرو، افضل من يضاهي لويس سواريز، ويمكن يكون افضل منه في بعض الامور. انه اسرع من لويس سواريز، ومهارته عاليه جدا جدا زي لويس سواريز، يعني الاثنين مهارين جدا، لكن يمكن هو برضو اعلى. يمكن لويس بيعتمد اكتر انه متمركز، يعني لويس سواريز يعني عنده حته مهاره الصندوق اكتر، يعني عايز اقول انه استشعار اعلى عنده في الصندوق، عكس يمكن اوباميانج اوقات كتير بيضيع كور لانه مش لاعب صندوق اصلا، او مش مهاجم صندوق، هو اكتسبها لما راح دورتموند، وكان الفضل في ده على فكره ليورجن كلوب اللي هو حطه في المكان ده وتعامل معاه بشكل رائع، وهو اللي خلاه يبقى مهاجم صندوق على اعلى مستوى. يعني فبدي امثله بكده، يعني انا ماشي طولت في الجزئيه دي بس عشان بوضح ليه انا بقول لوكاكو لا يستحق المبلغ ده، لان مهاجم النوعيه الثانيه او المهاجم الصندوق لا يستحق ابدا مبالغ دي، لانه زي ما قلت ما بيستمرش ابدا على نفس المستوى. والدليل يعني لوكاكو نفسه حتى اوكي كان في ايفرتون، وده برضو انجاز انه في نادي مستواه متوسط قوي، خط وسط مش على اعلى مستوى، ويقدر ان هو يجيب عدد ضخم جدا من الاهداف ويكون هداف الدوري، ويكون هداف تاريخي، او مش هداف تاريخي، اقصد هداف من اكبر هدافين ايفرتون. لكن ارجع اقول برضو دي طفرات، يعني اوكي اي لاعب يكون ليه طفرات، اوكي يعني ممكن يكون الطفره دي سنه، ممكن تستمر سنتين، مفيش مشاكل، لكن ابدا اتابعه بعد السنتين دول، ابدا اشوف هل المستوى ده يعني زي اوباميانج مثلا. اوباميانج دلوقتي تالت سنه تقريبا عداها في دورتموند، مفيش يعني كل سنه افضل من الثانيه في ظل ازمات ومشاكل ومتاعب وبيع اللاعبين في دورتموند، لكن اللاعب متماسك جدا وبيلعب على اي وضع. وخساره كبيره جدا، انا بقول ده خساره كبيره جدا مش هتتعوض لو مشي من دورتموند. بس فيعني لوكاكو امكانياته، انا شايف ان امكانياته اقصاها يعني رينج 60 مليون، انا شايف 60 مليون كويس جدا جدا عليه. يعني المية دي ممكن ادفعها في لويس سواريز انا موافق، ادفعها في اوباميانج انا موافق، ادفعها الى حد ما في سيرجيو اجويرو انا موافق الى حد ما برضو، لكن ما ادفعش ابدا مبالغ زي دي. يعني والغريب ان ميلان الموسم من موسمين جاب كارلوس باكا اللي افضل من لوكاكو. كارلوس باكا مهاجم ممتاز وما خدش فرصه كافيه في ميلان، مع العلم انه خد في اول فتره دي كان هداف الفريق، والفريق كان واقع تماما، والفريق كان ماشي يعني بشع.
ضعيفة جدا. نوعية اللاعبين في ميلان كان أضعف حتى من الموسم ده، واللاعب ده كسر الدنيا. هو اللي كان يعني لولا ما كان ميلان كان ممكن يعني عايز أقول ينحدر جدا في الترتيب. لكن سبحان الله ألاقي إن هو همش جدا الموسم ده. يعني أنا بدي أمثلة يعني، والدفع فيه مبلغ على ما أتذكر كان حاجة و30 مليون، حاجة زي كده يعني. وأنا استغربت جدا الثمن ده، إنه يمشي من إشبيليا بالثمن البخس ده جدا ده. عموما وعلى فكره نفتكر انه كان زميل جاكسون مارتينيز في اشبيليا، وجاكسون راح اتلتيكو مدريد وقتها من يمكن 3 مواسم ب 45 مليون، وباكا لا يقل ابدا عن جاكسون مارتينيز. طيب عامه ده بالنسبه لي الخبر ده، لوكاكو وروني. عندي بعد كده داني ألفيس خلاص يقترب من باريس سان جيرمان وبيرفض السيتي. والله انا نفس السبب، انا اتوقع ان هو يمكن حتى لو كان هو اوكي قال اسباب انه باريس سان جيرمان ممكن يكون مثلا طموح اكتر. السيتي عامل نفس المشروع، يعني نفس مشروع تيبيكال سبحان الله. يعني برضو يعني بيحاولوا يعملوا فريق قوي جدا جدا عشان خاطر اوروبا. يعني هو هدفهم الرئيسي اوروبا، مش الدوري الانجليزي والدوري الفرنسي. لكن ارجع اقول انه السبب الرئيسي زي ما انا قلت عدم تكيف اللاعبين اللاتينيين مع الدوري الانجليزي. ده السبب، خصوصا ان الفيس بنتكلم في لاعب عدى 31 سنة تقريبا أو 32 سنة. مجهود طبعا أكيد مش هيسمح له أبدا باللعب في الدوري الإنجليزي والقوة بتاعته. فأكيد أنا أحيي اللاعب ده بأمانة. لو كان ده تفكيره فعلا أحييه جدا، إنه فكر صح. إن ممكن يكون مكانة باريس سان جيرمان أو مكانة الدوري ده أقل وتنافسية أقل من الدوري الإنجليزي، طبعا أقوى دوري في التنافسية في العالم. لكن أنا بفكر أنا كبرت سنا، مجهودي أقل طبعا بكتير. يعني عشان اخد مكان اساسي لازم ان انا اكون في مكان يضاهي الناحية يعني القوة الجسدية بتاعتي دلوقتي وامكانياتي البدنية. فانا احييه بصراحة لو كان ده هو السبب الرئيسي. لكن انا شايف ان هو مش هيضيف كتير لباريس سان جيرمان، وشايف انه يعني صفقة دعائية اكتر منها فنية. ويمكن خليفي انا معترض على تعاقداته الى حد ما، انه فعلا في تعاقدات بيعملها انا شايف ملهاش اي لازمه، وبتكون مجرد تعاقدات يعني ترقيع فقط. مش بيبني فريق بمعنى الكلمه، فريق يضاهي ريال مدريد وبرشلونه على وجه التحديد دلوقتي، ومانشستر اللي بيبني نفسه بشكل قوي. ولو اني معترض على سياسه عايز اقول الاتمان اللي بيدفعها. مانشستر سيتي نفس الامر، مش ساكت. بنتكلم بايرن ميونخ طبعا، يعني بورسيا لو فاق كمان. يعني بنتكلم في حوالي 10 12 نادي ممكن جدا يكونوا أندية تقيلة جدا الموسم ده. طيب عامة عندي دوغلاس كوستا يقترب من يوفنتوس. أنا معترض جدا جدا على بايرن ميونخ في اللاعب ده بالذات. اللاعب ده أنا مش قادر أفهم إزاي سمحوا إن هو يمشي. اللاعب خسارة كبيرة. اللاعب ده كان فعلا عمل حالة ممتازة، بالذات الفترة الأولى اللي جه فيها. كان لاعب مميز جدا. أنا ماليش دخل يعني إن مدير فني جه همش اللاعب. طب هل هو معنى كده اللاعب سيء؟ لا، اللاعب مش سيء جدا، بدليل إنه أفضل حتى من فرانك ريبيري وأفضل من روبن في فترات كتير، وكان واخد الجبهة الشمال يملك رائع جدا. لاعب يملك كل مقومات اللاعب العالمي، يعني لاعب يملك كل مقومات اللاعب الممتاز في المكان ده. خصوصا ان انت عندك الاثنين الاساسيين شيخوا كبروا خط خير الدنيا، يعني زي ما بيقولوا. لاعب كل اصاباته طويله جدا فرانك ريبيري، ومستواه قل كتير، وعامل مشاكل كمان مع مدير فني لما يتم تغييره وتبديله، او يعني يحصل نوع من الجدال بينه وبين المدير الفني، وحصل مشاكل كتير. وانا كنت معترض كتير على كارلو انشيلوتي في اسلوبه وخضوعه لريبيري في المشاكل اللي حصلت، ويرجع يلعب تاني، وده غلط جدا. وانا بعترض دايما على طبيعه انشيلوتي، ما بتعجبنيش. هادي زياده عن اللازم، ما بيقدرش يدير الفرق الكبيره. هو ما يخرجش من ايطاليا. انا شايف ان هو امكانياته كلها في ايطاليا. لكن ارجع اقول انه لاعب زي ده ازاي اسيبه؟ لاعب يعني انا مش قادر افهم. سريع، مهاري، مسدد مميز جدا، بيحرز اهداف، يلعب جناح، يلعب تحت راس الحربة. يعني عايز ايه تاني؟ يعني انا مش عارف. ولاعب زي ده لو حبيت اشتريه دلوقتي بالامكانيات دي بتكلم 60 70 مليون بالراحة يعني. فانا مش فاهم.
يعني انت بتسيبه بكل بساطه، والنادي المفروض انه منافس ليك في اوروبا، يعني اوكي، يعني انا بسيبه النادي منافس ليا في اوروبا، نادي كبير في اوروبا، منافس ليا زي اليوفنتوس، ونادي قوي دلوقتي خلاص، وبدا يقوي نفسه، وبدا يجيب افضل لاعبين. فانا حتى يعني انا لو بتكلم في البطوله الاكبر والافضل بالنسبه لي تشامبيون ليج، طب انا بقوي نادي منافس ومن اكتر الانديه منافسه الفتره دي. سياسة غريبة أنا مش مستوعبها. نفس الأمر حصل مع ليزلي كومان اللي كانوا عايزين يمشوه، لاعب تيبيكال، يعني نسخة تانية من دوجلاس كوستا، والاتنين صغيرين، يعني بنتكلم في واحد أظن 27 سنة، كومان 22 سنة. حاجة غريبة، يعني يمكن حد يقول إنه أنت اديته يوفنتوس بالذات عشان سياسة أنت خدت منهم فيدال وخدت منهم كومان، في حتة بقى يعني مستقبلا تاخد منهم لعيبة مش مضمونة. ماشي أوكي، أنت خدت دول أوكي خلاص، لكن مش مضمونة إن أنا وبعدين اودي لاعب مهاري زي ده. اوكي، كان ممكن اودي لاعب زياده عن الحاجه، لاعب مش المؤثر هجوميا، لكن لا لا لا، انا يعني كلاعب اصلا ما يمشيش ايا كان النادي اللي هيروح ليه. زي كمان انت يعني هم مش اشتروش جناح الموسم ده، شيء غريب. يعني انت لسه ما زلت تعتمد على الحارس القديم، ريبيري وروبن، ماشي معاك كومان بس فقط احتياطي ليهم. مين طيب جناح تاني؟ انا مش فاهم. ان مباريات كتير ما كنتش بتلاقي الاثنين، كنت بتضطر تلعب بكومان او مش بتضطر، يعني كان بتحط كومان وبتحط دوجلاس كوستا، والاثنين كانوا بيأدوا بشكل رائع، اروع حتى من وجود ريبري وروبن. ولو اني انا بحب روبن جدا جدا ومتحيز ليه جدا، لكن اصاباته كتير، يعني كتر خير، والراجل بصراحه عمل ارقام خرافيه. يعني انا حتى كنت من يومين صدفه كده لقيت خبر عن روبن، فاهتميت ادخل اشوف الارقام بتاعته، لقيته انه في بايرن ميونخ من بقاله 8 سنين عمل ارقام. انا كنت مذهول بالنسبه للاعب جناح، احرز عدد اهداف، لعب مع بايرن، انا اتذكر يعني يمكن جايبها من الذاكره 200 حاجه و30 مباراه، 200 حاجه و30 مباراه، احرز 100 حاجه و30 هدف على ما اتذكر، عمل حاجه و80 اسيست. يعني ايه ده يعني تقريبا كل مباراه ليه اسيست يا هدف، يا اسيست يا هدف، مش ممكن. ارقام خرافيه فعلا، انا مذهول بالارقام دي بالنسبه للاعب كمان. يعني بقول الجناح، وجه في فتره يمكن بايرن ميونخ ما بداش يبقى بايرن ميونخ الاوروبي الا يمكن 3 4 سنين، الفريق القوي جدا، يعني الفريق اللي اوكي كان دايما متواجد في منصات، يعني عايز اقول في تشامبيون ليج موجود في ادوار عليا، لكن ما كانش فريق تقيل قوي، ما كانش فريق قوي قوي اللي اقدر اقول اراهن عليه واقول انه ممكن يبقى هو فرس رهان. بالعكس، ده يمكن في 3 سنين اللي فاتوا لازم يتحط نمرة 3 جنب برشلونة وريال مدريد أساسيين، معاهم راس مثلث، هو يعني الثلاثي اللي دايما مرشح كل سنة، بقى لهم 3 مواسم تقريبا، ده ما كانش بيحصل. عموما يعني ده خبر بالنسبة لكوستا، أنا شايف إنه خسارة كبيرة جدا، وهيتألق جدا في اليوفنتوس. وليكوا عبرة في كوادرادو، اللي أنا برضو اتكلمت وقلت إزاي ده اللاعب ده يمشي من تشيلسي، وبرضو كانت سياسة التعاقدات الغبية، وسياسة الإدارة الفنية. أنا مستغرب جدا، اللاعب تألق جدا في يوفنتوس وعمل أداء رائع بشكل يعني فوق الوصف. أنا شايف لو استمر كوادرادو ودوجلاس كوستا الاتنين هيبقوا أجنحة عالية جدا، هيعملوا اداء يعني من اروع ما يمكن في اليوفنتوس، وهيكون خساره كبيره للبايرن. انا ما اعرفش انه هيمشي اعاره ولا بيع، ولو اني انا شايف ان الاعاره ما تفرقش كتير، لان اللاعب بيكون خلاص ارتاح، لو اللاعب ادى بشكل جيد بيكون ارتاح نفسيا، بيكون مبسوط، طبيعي ان هو بيطلب نفسه انه يتم تفعيل الشراء، خصوصا انه كان في النادي اللي قبل كده مش واخد فرصته، في مشاكل، هيقولك طب هرجع على اساس ايه؟ ما انا هرجع لنفس المشاكل تاني. فالاعاره ما بتفرقش كتير، يعني اوكي يعني، الا بقى لو النادي بيصر انه يرجعه تاني عن طريق بنود زي اللي اتحطت لجيرارد ديوليفيو مثلا، انه يقدر يسترجعه في اي وقت، وليه حقية الشراء او اولوية الشراء بالنسبة لي النادي. وعلى فكرة البنود دي انا شايف انها تدليس، شايف انها كذب. يعني انا شايف ان الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي لازم انهم ينظروا تاني في مسألة العقود والبنود الغريبة اللي بتتحط على الهوا وعلى الكيف. دي غلط جدا. انا شايف لازم يبقى في تقنين، لازم يبقى في نظام. معرفش يعني، انا شايف الدنيا عايمه بشكل غريب جدا. بند مش عارف في احقيه الشراء للنادي ده بالذات، بند اني اعيره سنتين، قايل في حاجه اسمها سنتين اعاره، وبعد كده ممكن استرجعه في اي وقت يعني حاجه غريبه جدا. بند بيقول ان ما يتباعش النادي فلاني، حتى لو راح خلاص اوكي اتباع لنادي تاني، لكن ما فيش يعني نادي معين ما حلوش الشراء خالص.
باندي يقول ان انا الوحيد اللي ليا الاولويه، او انا ليا الاولويه الاولى في ان انا اشتري اللاعب ده تاني. حاجات غريبه يعني، لازم الحاجات دي تتقنن، لان ده في نوع من التدليس. آه طيب عندي انضمام لوكاكو، قلنا خلاص. اخر خبر تعاقد كالهانوجلو مع الميلان. الميلان بدأ، انا شايف انه بداية جيدة بالنسبة للميلان. بدأ ان هو يفكر صح في التعاقدات، بدأ يتعامل صح في التعاقدات، بدأ يجيب لعيبة تقيلة، بدأ يجيب القماشة التقيلة، خصوصا الموسم ده. عمل حوالي 7 تعاقدات، يمكن مش قدامي الاسماء لكن يمكن على سبيل المثال منهم فابيو بوريني، جابهم من ساندرلاند، لاعب طبعا اللي كان في ليفربول. اللاعب الايطالي برضو كان يعني متكيف مع الكره الايطاليه، ولاعب كان من الاساسيين ومميزين جدا. كالهانوجلو طبعا لاعب لا غبار عليه، من افضل اللعيبه في خط الوسط، سريع مهاري، يعتبر من افضل 3 حاليا بيلعبوا الضربات الحره المباشره بشكل من اروع ما يمكن. لاعب هداف جدا، مهاري. لكن لازم ميلان في ظل التعاقدات دي ما يستغناش عن المجموعة اللي كانت أنا اتكلمت عنها في حلقة، لو نفتكر حلقة سابقة، في أكتر من مرة قلت في مجموعة معينة اضطر يستغنى عن واحد منهم طبعا اللي هو دوليفيو. أنا شايف إنه ميلان محتاج إنه ما يستغناش عن لعيبة تانية، سوسو يفضل موجود. آه، مجموعة برضو يمكن مش قدامي دلوقتي القايمة، لكن في مجموعة أنا اتكلمت عنها قلت دي لازم تظل موجودة، ويبدأ يطعم يقوي. هو ده الصح وده المظبوط. نقطة مهمة جدا، الميلان ما ينفعش انه يفكر يعني على طول انافس في اوروبا. لا، ابدا ان انا انافس في ايطاليا الاول، على الاقل موسم، اخد فتره انتقاليه لمده موسم، انافس في ايطاليا، ابدا ان انا اجرب المجموعه الجديده اللي انا جبتها دي، اجرب التناغم والمنظومه بشكل كامل، وابدا اشوف وضعي هيكون ايه في ايطاليا. لاني عندي وحش اسمه يوفنتوس وانا سبته يتقوى. يعني يوفنتوس منافسته من موسمين اسهل بكتير من منافسته دلوقتي. نفس الامر الانتر، صحيح متخبط وسياسه التعاقدات عنده بشعه، لكن وارد انه يعني يبدا يجيب مجموعه لعيبه عاليه. روما بينهار، انا شايف ان روما خلاص يعني كانت طفره لمده موسمين وانتهت. نابولي اللي اتعشم انه يكمل على نفس السياسه ويدعم ما يبيعش، ولحد دلوقتي انا ما سمعتش عن حد يتباع، وده شيء انجاز في حد ذاته ان نابولي ما باعش حد من المجموعه اللي عنده، لان المجموعه مش كبيره يعني. شايف انه لازم يدعم 3 لاعبين على الاقل على اعلى مستوى، هيفرقوا جدا معاه. ساعتها اقدر اقول ان في تنافس حقيقي بجد. لاتسيو سمعت ان بدا يبيع لعيبته، لوكاس بيليا وطبعا كيتابالدي، المجموعه يعني هم عده غنماتك زي ما بيقولوا، هم كلهم كام. فيعني انا شايف انه عشان نكرر موسم رائع زي الموسم اللي فات للدوري الايطالي او شبه رائع يعني، لازم اللعيبه دي تحافظ على نفسها او الانديه دي مع تقويه الانتر والميلان. لا، شايف هيبقى يعني دوري عالي، ويبدا شويه يبدا يرجع لمكانته. فانا هبقى اتكلم ان شاء الله الفتره الجايه يعني، زي ما قلت، مكمل معاكم ان شاء الله الفتره الجايه الانديه الاوروبيه الكبرى، وهتكلم بالتفاصيل. انا اتكلمت قبل كده زي ما قلت عن الدوري الايطالي، اتكلمت عنه، وهبدا اكمل الدوريات الاخرى ان شاء الله باذن الله معاكم. دي كانت حلقه النهارده، مفيش يعني حاجه تانية، وان شاء الله يا رب تكون حلقه مفيده، ومعاكم في حلقات على طول مستمره للتعاقدات، لاني يعني زي ما بقول بنلاحق بعض. شغاله ما شاء الله التعاقدات، فانا بقدر الامكان بحاول ان انا حلقه تكون اسبوعيه او اقل من اسبوعيه كمان، وهكون معاكم ان شاء الله الحلقه الجايه.